ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. بسم الله، الله أكبر. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. معلش انا مختفية عنكم الفترة دي، البيبي بتاعي خاطفني خطف كده عنكم، بس ان شاء الله بداية الاسبوع الجاي هنزل لكم فيديوهات باذن الله. النهاردة العقيقة بتاعت سيمور. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب المفاجآت، فانا النهاردة حبيت افاجئكم وعملت العقيقة دي في تنزانيا. في ناس كتير قالت في تنزانيا لما انا قلت توقعوا، كل اللي قال في تنزانيا توقعاتكم كانت صح. طبعا تنزانيا انا لما روحتها صورت لكم الفلوجات اللي انتوا شايفينها دي، جمال تنزانيا وميتها الصافية والخضرة والزرع والجو الصافي والناس البسيطة اللي بتشتغل بأقل الإمكانيات وأقل التكلفة والسياحة والجمال بتاعها. في جزء كبير قوي في تنزانيا أنا ما وريتهولكوش، بس أنا شفته بعيني، شفته حي. كل الناس اللي بتشتغل دي جايين من قرى فقيرة جدا، محافظات يعني عايزة اقول لكم تحت الفقر بمراحل. كنا بنبقى قاعدين بناكل في مطاعم هناك كتير قوي، والاقي اطفال جايين بيشاوروا على بقهم اللي هو يعني انا عايز اكل. في نسبة فقر عالية هناك جدا، برغم ان البلد فيها السياحة. طب ازاي يرحب فيها السياحة وازاي فيها فقر؟ في فقر جامد يا جماعة في البلد دي، زي ما في قرى فيها فنادق واماكن فخمة جدا للإقامة وللسياح وللجسم، في اماكن تحت خط الفقر بمراحل. كنت بشوفها بعيني، كنت بشوف نسبة كبيرة من الأطفال بتبقى جعانة، بتبقى قاعدة في الشارع مستنية حد يديها حاجة. أمهات نفس الحكاية، بيبقوا جعانين بيشاوروا إن هما محتاجين فلوس. فطبعا كل الحاجات دي أنا ما طلعتها لكوش في الفيديو، بس ده بما إني شفته بعيني. فلما فكرت أعمل عقيقة لسمور، طبعا في ناس كتير هتنتقد إن أنا ما عملتهاش في مصر وأهل بلدك والكلام ده، على عيني وعلى راسي. بس الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام، قال الخير في أمتي إلى يوم القيامة. يعني الخير هيفضل موجود في الناس لحد يوم الدين. في مصر احنا قد ايه بنبقى مبسوطين في جو شهر رمضان لما بنشوف كمية الموائد اللي بتتعمل، كمية شنط رمضان اللي بتتوزع، كمية الجمعيات اللي بتعمل اعلانات في التلفزيون عن التبرعات. هناك مفيش الكلام ده. هناك الناس بجد محتاجة، بجد الناس ما عندهاش اكل، ما عندهمش لبس. بيلبسوا لبس لو شفتوه يا جماعة هتقولوا ان احنا رجعنا القرن العشرين. لبسهم جدا قديم جدا، ما عندهمش، تحسوا ان الزمن ما عداش عليهم. فدي من ضمن الحاجات اللي اثرت فيا. على قد ما اتبسطت برحلة تنزانيا، على قد ما حزنت من كمية الفقر اللي هناك وكمية الناس المحتاجة والاطفال المشردة، وما فيش حد بيراعيهم، ما فيش حد بيديهم حاجة. فلما جات لي فرصة ان انا اعمل عقيقة لسيمور، قررت بصراحة ان انا اعملها في تنزانيا. طبعا الولد احنا عارفين ان الطفل بيتذبح له خروفين والبنت بيتذبح لها واحد، يعني الذكر حظه مثل حظ الأنثيين. فأنا قررت أعمل خروف في قرية وخروف تاني في قرية تانية. طبعا كل ده الفيديوهات هتشوفوها دلوقتي بعد ما أخلص كلامي، وهتشوفوا الخروف بتاع سيمور الأولاني والتاني. بس أنا حبيت أصور لكم على الفلوجات الحلوة اللي احنا عشناها والجو الحلو. برغم ان انا عشت في الجو الجميل اللي انتوا شايفينه ده واستمتعت جدا، بس برضو ما نسيتش الناس المحتاجة. ربنا يتقبل العمل ده مني ومن زوجي ويجعله خالص لوجه الله، ويا رب اكون قدرت اساعدهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثلاثاء 22 من شهر نوفمبر، خروف عقيقة عن الطفل سيمور ابن الأستاذة رحاب حامد. اللهم تقبل يا رب العالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين. اللهم واحفظه بعينك التي لا تنام، واكنفه بعزك الذي لا يضام، واحرسه يا ربنا من عيون الإنس والجن. اللهم وأنبته نباتا حسنا، واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه يا ربنا وبارك فيه، واجعله من أهل الصلاح والتقوى. اللهم واهده فيمن هديت، وعافه فيمن عافيت، وتوله فيمن توليت، وبارك له فيما أعطيت، وقه واصرف عنه شر ما قضيت. اللهم ارزقه الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم واغني بحلالك عن حرامك، واكفه بفضلك عمن سواك.
وأسعده بتقواك. اللهم اجعله من الهداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم بارك في والدته يا رب العالمين. اللهم واحفظها من كل مكروه وسوء. اللهم لا تدع لها ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. بسم الله، الله أكبر. اللهم تقبل يا رب العالمين، واجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بفضل وكرم اليوم الثلاثاء 22 من شهر نوفمبر نقوم بتوزيع هذه اللحوم على أهل هذه القرية. جزا الله خيرا كل من شارك وساهم في هذا العمل الطيب المبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأخلف الله عز وجل علينا وعليكم بكل خير. تقبل الله منا ومنكم. نسأل الله أن يشرح صدوركم وأن ييسر أموركم وأن يبارك في أعمالكم وأن يخلف عليكم خيرا في أهليكم وأموالكم وأنفسكم. اللهم آمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم طبعا الصالحات. ده اول خروف يا جماعة عملته ذبح بس توزع اللحمة نية مش بالاطعام. بشكر مؤسسة الريان، صفحتهم على الفيسبوك هسيب لكم اللينك في تحت الفيديو على الفيسبوك. اللي عايز يعمل خير ويتواصل معاهم عشان يعملوا له عمل خيري، اسمها مؤسسة الريان لعمل الخير. بشكرهم جدا. ده اول خروف اتذبح في قرية سنجيدة في تنزانيا. هتشوفوا الخروف التاني ذبحته في قرية تانية. وطبعا عشان يكون غطينا اكبر كم من القرى الفقيرة هناك، كانت فكرة يعني ان انا اعمل كده. دلوقتي هتشوفوا الفيديو التاني اتذبح في يوم تاني غير ده. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت إشراف نماء للذبائح اليوم 24 نوفمبر 22 نقوم الآن بذبح خروف مع طعم عقيقة عن سيمور ابن الأستاذة رحاب حامد بارك الله فيه. اللهم تقبل منه وتقبل عنه، اللهم اجعله عملا صالحا متقبلا خالصا لوجهك الكريم. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. اللهم اهد سيمور في من هديت وتوله في من توليت وقيه واصرف عنه شر ما قضيت. بسم الله، الله أكبر. اللهم إن هذا منك وإليك. اللهم انبته نباتا حسنا، اللهم اجعله بارا بوالديه، اللهم ارزقهم بره واجعله في ميزان حسناتهم. اللهم علمه القرآن وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين، اللهم انفع بالبلاد والعباد، اللهم احفظه بحفظك وارعاه برعايتك، اللهم عافيه من كل مكروه وسوء، اللهم اهديه واهد به واجعله سببا لمن اهتدى، اللهم ارزقه الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انفع بالبلاد والعباد، اللهم اكفيه بحلالك عن حرامك واغنيه بفضلك عمن سواك، اللهم صب عليه الخير صبا صبا ولا تجعل رزقه كدا كدا، اللهم اقض حاجاته واستر عوراته وامن روعاته، اللهم وفق له الصحبه الصالحه، اللهم استعمله ولا تستبدله، اللهم لا تجعل حاجته الا اليك، اللهم اعينه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. امين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. الاعداد لاطعام اليوم الخميس 24 نوفمبر 22. اللهم اجعل عملا صالحا متقبلا خالصا لوجهك الكريم. اللهم اطعم من اطعم الناس واسق من سقاهم، اللهم اعط منفقا خلفا، اللهم استعملهم ولا تستبدلهم، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل رزقهم كدا كدا، اللهم اهديهم واهد بهم واجعلهم سببا لمن اهتدى، اللهم ارزقهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك واغنيهم بفضلك عمن سواك. امين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت اشراف نماء للذبائح اليوم 24 نوفمبر 22 نقوم الان بتوزيع اطعام عقيقه سيمور ابن الاستاذه رحاب حامد بارك الله فيه. اللهم تقبل منه وتقبل عنه واجعله عملا صالحا متقبلا خالصا لوجهك الكريم. اللهم اطعم من اطعم الناس واسق من سقاهم، اللهم اعط منفقا خلفا، اللهم صب عليه الخير صبا صبا ولا تجعل رزقه كدا كدا، اللهم اقض حاجاته واستر عوراته وامن روعاته، اللهم وفق له الصحبه الصالحه، اللهم استعمل ولا تستبدله، اللهم لا تجعل حاجته الا اليك، اللهم اعينه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. امين ده امين. الفيديو التاني ودي المؤسسة التانية. ده كان خروف بالإطعام، وزعنا واحد ني ووزعنا واحد إطعام. بشكر طبعا مؤسسة نماء للذبح وعمل الخير في أفريقيا. برضو هسيب لكم اللينك بتاعهم تحت الفيديو للي حابب يتواصل معاهم على الفيسبوك.